سيبوني أمشي. نجم النادي الأهلي يطلب الرحيل عن النادي رسميا بعد قرار كولر الصادم. يبدو سوق الانتقالات أن النادي الأهلي سوف يشهد عديدا من الأحداث المثيرة، ذلك بعد التعاقدات القوية التي أقام بها شركة الكرة في القلعة الحمراء، وعلى رأسهم الحصول على أحمد السيد زيزو، يمكن التوقيع مع مصطفى محمد، وكذلك الحصول على توقيع محمود حسن تريزيجيه. نجم النادي الأهلي يهدد بالرحيل عن النادي. كثف محمد مجدي قفشة صانع ألعاب النادي الأهلي في محاولات العودة إلى التشكيلة الأساسية، عندما تحدث مؤخرا مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، معبرا عن رغبته القوية في المشاركة في المباريات المقبلة. وضح اللاعب خلال الحديث معه يظهر بمستوى مميز في التدريب، ويستحق الفرصة لإثبات قدرته من جديد في المستطيل الأخضر، وكان شك قد أدى إلى استيائه الشديد من تجاهله خلال مواجهات الهلال السوداني في دور النهائي الرابع من بطولة أبطال أفريقيا، حيث لم يدخل ضمن حسابات كولر الفنية. سيبوني أمشي. نجم النادي الأهلي يطلب الرحيل عن النادي رسميا بعد قرار كولر الصادم. يبدو سوق الانتقالات أن النادي الأهلي سوف يشهد عديدا من الأحداث المثيرة، ذلك بعد التعاقدات القوية التي أقام بها شركة الكرة في القلعة الحمراء، وعلى رأسهم الحصول على أحمد السيد زيزو، يمكن التوقيع مع مصطفى محمد، وكذلك الحصول على توقيع محمود حسن تريزيجيه. نجم النادي الأهلي يهدد بالرحيل عن النادي. كثف محمد مجدي قفشة صانع ألعاب النادي الأهلي في محاولات العودة إلى التشكيلة الأساسية، عندما تحدث مؤخرا مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، معبرا عن رغبته القوية في المشاركة في المباريات المقبلة. وضح اللاعب خلال الحديث معه يظهر بمستوى مميز في التدريب، ويستحق الفرصة لإثبات قدرته من جديد في المستطيل الأخضر، وكان شك قد أدى إلى استيائه الشديد من تجاهله خلال مواجهات الهلال السوداني في دور النهائي الرابع من بطولة أبطال أفريقيا، حيث لم يدخل ضمن حسابات كولر الفنية. سيبوني أمشي. نجم النادي الأهلي يطلب الرحيل عن النادي رسميا بعد قرار كولر الصادم. يبدو سوق الانتقالات أن النادي الأهلي سوف يشهد عديدا من الأحداث المثيرة، ذلك بعد التعاقدات القوية التي أقام بها شركة الكرة في القلعة الحمراء، وعلى رأسهم الحصول على أحمد السيد زيزو، يمكن التوقيع مع مصطفى محمد، وكذلك الحصول على توقيع محمود حسن تريزيجيه. نجم النادي الأهلي يهدد بالرحيل عن النادي. كثف محمد مجدي قفشة صانع ألعاب النادي الأهلي في محاولات العودة إلى التشكيلة الأساسية، عندما تحدث مؤخرا مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، معبرا عن رغبته القوية في المشاركة في المباريات المقبلة. وضح اللاعب خلال الحديث معه يظهر بمستوى مميز في التدريب، ويستحق الفرصة لإثبات قدرته من جديد في المستطيل الأخضر، وكان شك قد أدى إلى